راح نسوي لكم سالفه نسولف وننزل. اي واحد هسه من يتقدم الخطوبه اي بنيه ها راح تلاحظون انه البنيه او ابو البنيه او امها تشرط على الشاب شرط، صح لو مو صح؟ الا هذا الشاب العراقي علي خطب بنيه قال عندي شرط واحد، شرطه انه وقت ما يحتاج الساتر يروح. قال يا بنت الحلال جايك على سنه الله ورسوله، خاف يحتاج الساتر ترى اروح، لا تقولين كسرت رقبته وظلمتني. عباله كلام عابر، وافقت. حددوا يوم للزواج، يوم الخميس جاء يوم الثلاثاء قالها على شرطنا راح يتأجل العرس. ليش؟ الساتر احتاجني. قالت ليش تحطني وحدي؟ قال ما عوج وحدي شان راح اروح واخذيك وسط القلوب حتى من اشتاق ليك تهدى الحروب. راح اروح واخذيك وسط القلوب حتى من نشتاق ليك تهدى الحروب. براسي ذكرك من يوم بكل شحس من تصوم اندعي لاستشهدي وهذا احلى حب. اندعي لاستشهدي وهذا احلى حب. وافقت يروح. ايش قالت له؟ الهي تو خاطبني ودفع نيشاني وغير واحد ما اريد ثاني. رب ومين يوقع شهيد طلب من عندك اريد كون حور العين صيرا اني. اي واحد يريد يروح يقولوا له الله وياك ترجع بالسلامه الا ابوش قال له مش قال له ابوه انا رايح وكل خطوه ما ترجع بعد وبعد بس اول يظل لكم سند بعزم شديت النطاق فدوى روحا للعراق انا مو ذاك اللي ترك مرته وشرد. ورجع بس ايش رجع مثل ما يريد ابوه. بما رجع صدفه صاحبه بنفس الشارع عريس بس ربعه عرفوا المعرس عرس الدنيا راحوا المن
المعبس ذاك العبس كل احنا خوت اولاد قولون وحيد وعدنا شهيد بالحرب ليلة عيد عريس وربع يزفونا والباب الجنة يودونا وللجنة يدخل ويعلي ايد بايد كل احنا خوت اولاد قولون وحيد. اجل حبيبته بالحلم ايش قالها؟ طبيت الجنة واجاب زفان حارية ومن عدهم انا تعذريت وتعجبوا بيا قالوا لي شين هو السبب موقف كبير يبا وعجب قلت لهم انتان الذهب بالجنة ما اخذ فقط بس ديك الهبنية بالجنة ما اخذ فقط بس ديك البنية